هذه اللي قدامكم كتعتبر اخطر ساحره غتشوفوها في حياتكم، حيت كتواصل مع الجن مباشره وكتاكل اللحم ديال بنادم لدرجه انها ولات كتشبه لهم حيت سكنوا فيها. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. نصيحه مني الا كنتي كتخاف بلا ما تفرج في هذه القصه. الا كنتي اول مره كتشوفني، معك مصطفى الاشاب، كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذ منهم عبره. منى فندي هو الاسم الفني لهذه المغنيه الماليزيه اللي كانت معروفه في الثمانينات، لكن اسمها الحقيقي هو مازينا اسماعيل. عاشت الطفوله ديالها عاديه في مدينه تغار في ماليزيا. ملي كانت صغيره وهي عندها موهبه ديال الغناء وصوتها كان زوين ما بيش. من صغرها وهي كانت كتحلم تكون مشهوره وكانت كدير اي حاجه باش تشهر، لكن ملي كبرات تصدمت بالواقع، البيئه والمجتمع ما ساعدهاش، وداز الوقت بزاف ما تشهرات ما حققت حتى حاجه من داكشي اللي بغات. حتى البدايه ديال الثمانينات بدات كتغني وكدير اي حاجه باش تشهر، لكن لقات بزاف ديال العراقيل قدامها، واولها هما الفلوس، ما عندهاش باش تحقق هذا الحلم. ثاني حاجه هي كبرات في العمر، زائد انها ما عندهاش المؤهلات والشكل ديالها ما كيساعدهاش، وكانت امنيتها يجي غير شي واحد يعتقها ويعاونها باش تحقق الامنيه ديالها. وفعلا مع المده تعرفت على محمد نور فاندي وكان معجب بها بزاف وبصوتها. ومحمد كان واحد الشخص لاباس عليه ديال بسطح، وكان هذا بالضبط هو اللي كتمناه منى، مع طلب منها الزواج في البلاصه قبلات. السيد لاباس عليه ومعجب بها وكيبغيها، ما خصش تزقل هذه الفرصه نهائيا. ملي تزوجوا بدا كيخسر عليها فلوسه وكينتج ليها الالبومات ديالها، واول البوم نتجو ليها هو هذا سميتو ديانا في البدايه ديال الثمانينات. هنا بدات كتشهر شويه، كيستضيفوها في برامج، ورجلها كيدير اللي في جهدو وكيخسر عليها فلوسه على امل انها ملي تولي نجمه ومشهوره ترجع ليه دوك الفلوس. داز الوقت الثاني وتصدمات منى لانه ما وصلتش داكشي اللي بغات وما تشهراتش وعمرها غتشهر، وهنا قررت انها تعتزل الغناء حتى من بعد وترجع ليه. لكن الصدمه هو السيده ملي اعتزلت الغناء بدات كتمارس السحر الاسود، لدرجه انها فتحت العياده ديالها الخاصه بالروحانيات والسحر الاسود. وهنا بدات كدير الفلوس وكيجيو عندها الناس بزاف وكتسحر لهم. مثلا شي واحد بغى يدير القبول باش يحبوه الناس، واحد رقيقه بغات تغلاض، واحد قصير بغى يطول. المهم من هذا الشيء التافه الى امور اخطر منها بزاف، بحال شي واحد بغى يكون عنده شي منصب كبير في البلاد، شي واحد بغى يصفى لشي واحد اخر، لدرجه انها كيجيو عندها سياسيين وشخصيات كبار في البلاد، وفعلا كتقدر تقنعهم وكل شيء كيتيقها. هنا منى درت فلوس صحيحه وشرت جوج قصوره في ماليزيا وشرت السياره اللي كتحلم بها، كتضرب اخر حاجه كاين في اللباس وغير المجوهرات واي حاجه غاليه، واخيرا قدرت تحقق واحد الحلم اللي كانت كتحلم به. اما الحلم ديال الشهره والنجوميه باقا كتحلم به ومازال ما وصلت ليه. في سنه 1993 جا واحد السياسي معروف في ماليزيا سميتو مازلان ادريس، مثقف بزاف وقاري في امريكا وكينتمي للحزب اللي حاكم ماليزيا. بالرغم من انه مثقف وقاري الا انه مكلخ، لانه كان كيعتقد باللي منى تقدر دير ليه شي تعويضه وتحقق ليه امنياته ويحكم ماليزيا، واصلا هو لاباس عليه وعنده منصب في الحكومه الماليزيه، لكن هو بغى منصب اكبر ويولي رئيس جمهوريه ماليزيا. من بعد ما جرب جميع الطرق قال الحل الانسب هو التجا للسحر الاسود، السحر اللي كدير منى فندي في العياده ديالها. وفعلا بقى حتى ظلم الحال ودخل عند العياده ديالها وهو كيتسلت باش ما يشوفوا حتى واحد، واصلا هو ما قالها لحد لانه خايف على السمعه ديالو، وقال لها بغيت نولي انا رئيس ماليزيا وتكون عندي قوه وكلمتي مسموعه، والا حققتي لي هادشي اللي قلت لك غادي نحقق لك اي حاجه كتمناها في حياتك. هنا منى في البلاصه وافقات، وهي جات الفرصه تاع البنيت ديالها وتسمح فيها، وجابت له واحد العصا صغيره وقالت لي هذه راه عصا سحريه، وعطاتو واحد الطاقيه باش يلبسها، وقالت لي باللي هذه مسحوره كان كيلبسها الرئيس الماليزي السابق سوكارنو، باللي هاد الطاقيه هي اللي وصلت لتما ولا رئيس ماليزيا، والا خديتيهم غيحققوا لك اي حاجه كتمناها. فعلا اقتنعوا وخداهم عندها بجوج ديال المليون ونص رانكيت هي العمله الماليزيه، وهذاك الوقت هذا المبلغ كان كيساوي 600 الف دولار، وقال لي 2 المليون غنعطيك دابا والنص حتى الحصه الجايه، حيت منى هي اللي قالت لي ضروري تجي عندي الحصه الثانيه. فعلا حددوا الموعد مع 11 ديال الليل باش انه يجي عند القصر ديالها، بحكم هو سياسي وشخصيه معروفه ما خصوش يشوفوا حتى واحد دخل عند المشعوذه. مع دخل القصر لقى الدنيا كلها شاعله بالشمع وشي اعشاب وتماثيل غريبه عندها في الدار، لقاها اصلا كتسنى هي وراجلها محمد والخدام ديالهم سميتو حسن، وقالت لي غنديروا طقوس التطهير باش يخرج منك الارواح الشريره، عاد ديك الساعه تكون طاهر وندير لك التعويذه اللي صوبت لك. دخلت لواحد البيت شاعل فيه غير الشمع وقالت لي نعس هنا في الارض، وحطت عليه شي ورد وقالت لي سد عينيك وتخيل داكشي اللي بغيتي، تخيل ديك الثروه والسلطه والقوه اللي بغيتي. وفعلا هو تيقها وسد عينيه، سد عينيه وكيتخيل هادشي اللي قالت له وهو فرحان، حتى نزل عليه واحد الفاس لراسو وقسموا ليه على الجسد ديالو في البلاصه مات، لانه ملي كان سد عينيه هزات منى واحد الفاس كان ماضي وعطاتو للخدام ديالها وقالت ليه هبط عليه. وحتى دوك الطقوس اللي درت ليه باش انه ينعس في الارض وتحط عليه الورد هما طقوس باش يقدموه قربان للشياطين لانهم طلبوه منها.
منها. كانوا طلبوا منها قربان يكون شخصيه مهمه في البلاد باش يلبيو لها الرغبات ديالها، وهنا تجمعوا عليه بثلاثه وبداو كيقسموه طرف طرف. تخيلوا معايا قسموه ل 18 طرف، ومن بعد طيبوه وكلاو منه، واللي شاط لهم دفنوه في الجرده ديال القصر، ومن بعد سرقوا ليه فلوس اللي كان جايب معاه. وهذا الشيء طبعا داروه باش يقدموا قربان للشيطان باش يحقق لهم داك الشيء اللي بغاو، ومن بعد رجعوا عاشوا حياتهم بحال ما وقع والو. ومنى دارت لاباس وشرات سياره من نوع مرسيدس بنز، وبدات كدير عمليات تجميل وكتقاد في وجهها حتى ولات صغيره. داكشي اللي كان حابسها شحال هادي باش ما تشهرش هو دابا ولا بين يديها. فلوس بين يديها، دارت عمليه تجميل، شرات اخر ما يكون في الحديد، شرات قصوره، وهنا بدات كتفكر ترجع تغني باش تحقق النجوميه اللي كانت بغات. دازو شي ايام خرج بلاغ باللي مازلان ادريس مفقود، حيت هو شخصيه معروفه في البلاد. داروا حمله كبيره في ماليزيا، عياو ما يقلبوا عليه والو، اصلا هو حتى واحد ما كان عارفو فين غادي في الاول. دازو شهور هما كيقلبوا عليه حتى وصل شهر 7 من نفس السنه 1993. عقلتو على حسن اللي خدام عند منى في القصر، شدوه البوليس على قبل مخالفه بسيطه وداوه معاهم باش يحققوا معاه. سيد ملي بداو معاه التحقيق هو تخلع وعاود لهم على الجريمه اللي داروا هو ومنى وراجلها. البوليس هنا تصدموا حيت سمعوا شي حاجه ما كانوش كيتوقعوها نهائيا. هما جابوه يحققوا معاه في الشيء وصدق بالغلط واعترف لهم بحاجه اخرى، وعاود لهم كل شيء من الاول حتى الاخر. هنا البوليس مشاو معاه للقصر ووراوهم البلاصه فين دفنوه، حفروا 6 متر وفعلا كيلقاو البقايا ديالو ولقاو عليهم القبض كاملين. هنا منى بقى فيها الحال بزاف وكتقول شو خرافات، قالت لهم غنعذبكم وغنحولكم وغتوليو كلاب وانا غنختفي وغنهرب من الحبس، هكا زعما راني ساحره واعره وقدر ندير اي حاجه. وفعلا كاين اللي تيقى باللي غديرها. طولوا الجلسات في المحكمه، السيده بسبب العمليات اللي كانت دارت خيابت، ولات كدير المكياج بزاف وكتلبس الوان كثيره. فين ما كتبان الصحفيين كتبتسم وكتشير لهم وكتحس واخيرا باللي راني مشهوره. في الفتره ديال المحكمه ديالها ولات منى اشهر شخصيه في ماليزيا وكلشي كان كيدوي عليها، وهذا الشيء راه كان مفرحها بزاف، وكانت كتلبس الحوايج والمجوهرات اللي بغات. المهم السيده تصطاد ديال بصح. بعد بزاف ديال الجلسات طويله وفي سنه 1995 حكموا عليهم بثلاثه بالاعدام شنقا. ملي سمعت الحكم ديالها صرحت للصحافه وقالت لهم انا فرحانه بزاف وشكرا للجمهور ديالي كامل. ونهار 2 نوفمبر سنه 2001 طبقوا عليهم الحكم بثلاثه، داوهم الفجر ديال داك النهار باش يقجوهم. ومنى ملي دوروا عليها القنب على رقبتها بدات كتردد شي كلام ما مفهومش بالماليزيه، زعما ما غاديش نموت وغادي نرجع. تم تنفيذ الحكم على منى وهي في عمرها 45 سنه وراجلها حتى هو قريب ليها في العمر. ولحد الان القصر ديالهم باقي كان في ماليزيا وداروه متحف وكيزوروه الناس، وكاين اللي قال باللي كيسمع صوتها وهي كتغني في هذاك القصر بواحد الصوت كيخلع. مره كتبان لهم في المرايه ديال القصر تما. سبحان الله ما تشهرت حتى ماتت وداروا عليها افلام ودواو عليها صحافات. نتوما عارفين هذا الوقت اللي حنا فيه هذا الهوس ديال الشهره مرض العصر، وانا بغات تشهر ودارت اي حاجه باش انها تشهر. نفس الشيء في هذا الوقت بنادم كيدير اي حاجه على قبل الشهره، وهذا الشيء راه خايب بزاف. القصه ديال منى بدات بحلم وانتهت بمأساة، وكتبقى القناعه والتقرب من رب العالمين هو خير من ملذات الحياه. بغيت الراي ديالكم كلكم في هذه القصه، واش فعلا السحر والشعوذه يقدر يحقق الامنيات لاي واحد؟